السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الجزائري فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. تصنع بطولة كأس العالم في قطر هذه الأيام الأجواء، خاصة بالمباريات التي تشهدها البطولة والأجواء هناك في الدوحة. ومع تفجير المنتخب المغربي للمفاجأة وتأهله إلى الدور ربع النهائي، زاد الحدث الكروي متعة أكثر. لكن الكثيرين يتساءلون كيف يقضي اللاعبين الذين لم تشارك منتخباتهم في هذه البطولة وقتهم الآن، وخاصة لاعبي المنتخب الجزائري الذين هم الآن في عطلة إلى حين عودة الدوريات الكبرى، حيث يقضي حارس المنتخب الوطني ريس وهاب بولحي عطلته رفقة عائلته في السعودية. أما يوسف عطال فهو في الجزائر ويقضي عطلته من ولاية إلى أخرى، وآخر ظهور له كان في ولاية وادسوف. أما بن سبعيني فهو في ألمانيا مع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، وقد تزوج مؤخرا في حفل حضره فقط بعض أصدقائه وعائلته. ننتقل إلى المايسترو إسماعيل بن ناصر الذي يتواجد الآن في إيطاليا، وهو الوحيد الذي استغل فترة العطلة في التدرب والتمرن أكثر، وهذا لزيادة قوته ومهاراته. أما النجم الجزائري رياض محرز فهو في مانشستر رفقة زوجته تايلور وابنته، يستمتعون بما تبقى من حر الصيف في الشواطئ والمسابح. أما يوسف بلايلي فقد استغل هذه العطلة رفقة عائلته، حيث اجتمعوا معا في فرنسا ليقوموا بنشاطات عائلية. إسلام سليماني تدهورت حياته الزوجية هذه الأيام، حيث قرر الطلاق من زوجته، وتم تصويره في أحد الجزر الآسيوية رفقة حبيبته الجديدة، بينما يقضي بقية اللاعبين عطلتهم إما رفقة عائلاتهم أو في نواديهم يقومون بالتدريب تحضيرا لبداية العام والموسم الجديد، في انتظار عودة المنافسة إلى الدوريات الأوروبية. في نهاية الفيديو شاركونا بآرائكم في التعليقات.